بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم بخصوص كاميرا الموبايل واختراق كاميرا الموبايل. طبعا في ناس كتير بتقول إن هو كاميرا الموبايل والمايك بيكونوا مخترقين من خلال البرامج اللي هي بتكون موجودة على التليفون بتاعك، وبتشغل الكاميرا بدون علم صاحب التليفون أو صاحب الموبايل ما يكون عارف. فالنهاردة إن شاء الله جبنا لكم حل بسيط وسهل جدا إزاي تخفي كاميرا الموبايل. طبعا الكاميرا هنا شغالة. أنا هستخدم بلاستر لونه أبيض، وهو ده الحل بتاعنا بدون برامج او اي حاجة. طبعا بتقطع حتة صغيرة زي دي كده، تحطها على كاميرا الموبايل. تمام. فبيبقى الشاشة كده، الكاميرا بتجيب لك شاشة بيضة. تمام. دلوقتي خلاص الكاميرا بقت مش شغالة معايا. تمام. وبعمل كده طبعا على الكاميرا الخلفية، وكده احنا حلينا المشكلة خالص. طبعا انا لو حبيت استخدم الكاميرا بتاعة الموبايل بشيل حتة اللزق دي، بشيلها كده واستخدم الكاميرا. يعني حتى انا بصور بالتليفون دلوقتي، فمش محتاجها، فاحط اللزق كده. تمام. طبعا هي ابيض بنفس لون الموبايل عشان ما تبقاش ظاهرة يعني. تمام. انت لو الموبايل بتاعك بلون اي لون طبعا هتستخدم بلاستر بنفس اللون ده كده. وبكده انت حليت المشكلة خالص. يعني انت كده الموبايل بتاعك الكاميرا البرنامج هيشغل الكاميرا او مش هيشغله، هي كده كده مش هتجيب له غير شاشة بيضة بدون اي حاجة، مش هتعرف تسجل طبعا. فكده حل بسيط وسهل. طبعا انا صورت الفيديو ده لاني لقيت الناس المتخصصين في التكنولوجيا والحاجات دي يعني بيعقدوا الامور ويقول لك برامج ومش برامج، ويقعد ساعة يتكلم في حاجات صعبة جدا. فانا شايف ان هو ده حل سهل جدا معاك اهو، باستخدام بلاستر كده مش غالي طبعا، ب2-3 جنيه. تحطه على الكاميرا بيكون نفس لون الموبايل. تقدر تجيب الالوان اللي انت عايزها وتحطه كده، ولما تحتاج الكاميرا بتشيل البلاستر وتستخدم الكاميرا. مش محتاجة بتحط اللزقة تاني، وهو بيلزق معاك. يعني ممكن تستخدمه أسبوعين 3، تشيله وتحط عادي، بيكون مفيهوش أي مشكلة يعني. وإن شاء الله نكون وافدنا حضراتكم النهاردة، وشكرا لكل المتابعين.